التربية الإيجابية غير سارة. التربية الإيجابية فشوش، هذه موضة جديدة. واحد القضية خصنا نعترفوا بها، أغلب الناس اللي كينتقدوا التربية الإيجابية في الحقيقة ما عارفين عليها والو، كيشوفوا غير المظاهر. أن الأم كتهدر بهدوء مع ولدها، كتفسر ليه، كتشرح ليه، ما كتعاقبوش بالصرامة اللي متعودين عليها. كيقول لك هادو ما كيربيوش وليداتهم، بالعكس غير كيفشوهم. ولكن واش بصح التربيه الايجابيه فشوش ولا هذا غير سوء فهم كبير؟ الحقيقه هي ان التربيه الايجابيه ماشي نقيض للصرامه، بالعكس هي توازن بين الاحترام والوضوح. علاش؟ لان علم النفس من ايام ألفريد أدلر اللي دار الاساس لهاد المدرسه بين ان الطفل ما كيتعلمش بالتهديد، ولكن بالعلاقه، بالرابط، بالقوه العلاقه اللي بينه وبين الاهل ديالو. الطفل كيتعلم من كيفاش كنتعاملوا معاه، ماشي شنو كنقولوا له فقط. التربيه التقليديه كانوا بزاف ديال الاباء كيعتمدوا على الخوف، على الغوات، على العقاب، التهديد باش الطفل يسمع الكلمه. ولكن شنو كيكبر الطفل مطيع ولكن خواف، ماشي واثق من راسو، كيبدا يسكت غير باش ما يغلطش، ماشي باش يفهم. اما التربيه الايجابيه الفكره مختلفه تماما. الاحترام هو ماشي تساهل، ولكن طريقه واعيه في التواصل. يعني ملي كيغلط الطفل ما كنوقفوش غير عند الخطا، كنمشيو اعمق. علاش دار هذا السلوك؟ شنو الرساله اللي باغي يوصلها؟ بحال مثلا الطفل اللي كيعاند في كل صغيره وكبيره، هو راه ماشي باغي غير يعصبنا ولا يقلقنا، هو باغي يحس ان عنده تحكم في حياته، انه مسموع، انه كيلفت الانتباه، انه اننا كنفهموه. اللي خصنا نعرفوه هو ان الطفل كيتولد فيه طاقه فطريه باش يتعاون ويتعلم، لكن الطريقه اللي كنستعملوها هي اللي كتقرر واش غادي يكون طفل متوازن ولا طفل غاضب ومتمرد. وباش نكونوا واضحين، التربيه الايجابيه ماشي سهله، بالعكس كتطلب من الوالدين نضج عاطفي وتوازن نفسي كبير. لان خاصك تكون هادئ في وسط الغضب، وتشرح في وسط الفوضى، وتبقى متماسك وانت كتشوف طفلك كيجرب الحدود ديالك. هادشي ماشي فشوش، هادي قوة داخلية، قوة الأم والأب اللي فاهم أن الهدف ماشي السيطرة على الطفل، ولكن بناء علاقة احترام متبادل باش يتعلم من الداخل شنو الصح وشنو الغلط، ماشي من الخوف ولكن من القناعة. دكتورة جون نيلسون كتقول الطفل اللي ما كيتعلمش الانضباط بالحب غادي يتعلمه بالخوف، ولكن الخوف عمره ما كيخلق إنسان مسؤول. إذن السؤال ماشي واش نربي